حظك سعيد المرة القادمة يا حبيبي. مرحبا بيك في بنك الحظ. وبعد ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ الفلوس دي بتاعت مين؟ انا لازم اروح اشوف دي بتاعت مين، ولا وديها الجامعة ولا اعمل فيها مش عارف. يا اسماء اسماء، ايه في اطلعي لي بسرعه، دي زهزهت. تعالي يا اسماء، تعالي، زهزهت يا بنتي، زهزهت. بقول لك ايه، ده انا لقيت رزمه فلوس. يا سلام. وخدتها؟ اه طبعا خدتها. ما وديتهاش لمسجد ليه؟ وانا اوديها للمسجد ليه؟ احنا اولى يا اسماء. ما هي مش بتاعتنا. ما عادي، هتبقى بتاعتنا، ايه هي المشكله؟ مش بتاعتنا، المفروض توديها للمسجد او تديها بقول لك لحد ايه بقى، هتعمليش فيها شيخه انت كمان بقى، خليها بقى تزهزه معانا شويه. طب وريها لي كده. يا سلام. لا ايه ده، انزل كده شويه. لا حظ اوفر، حاول المره القادمه. هي الفلوس فين؟ على الأرض. الفلوس فين؟ على الارض. على الارض ايه؟ اهي. ده بنك الحظ. امشي 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 بس، امشي. انا ما اعرفش اللي حصل. استنى كده، هو انت قلت لي كنت بتحبها اسمها ايه؟ اسمها هدير. اهي كده باينت. هي ايه اللي بانت؟ لا كمل طريقك يا بنك الحظ. شكرا، اتريق عليا انت كمان. جبت الفلوس عشان الدرس. بص يا يوكا، بصراحة الفلوس كانت قدامي بس انا ما عرفتش اخدها. ليه بقى؟ الفلوس لقيتها في الشارع، رحت وديتها في الجامعة، دورت على صاحبها من الفلوس. طب وانت ما خدتهاش ليه؟ انت لقيتها في الشارع، هي مش بتاعت حد. حلو، مش بتاعتنا. بس احنا شفناها. بس يا حبيبتي، الحاجة اللي طالما مش بتاعتنا ما ينفعش ناخدها. ماشي، بس كل اصحابي دافعوا فلوس الدرس. وانا باذن الله هتصرف لك وتصرف في الفلوس. شفتي الفلوس اللي انا اديتها في الجامعه دي؟ ربنا هيبارك لنا ب10 اضعافها عشان خاطر احنا نيتنا خير. ونعم بالله. مش هيصرف انا قايمه. يوكا، ولا ذاكري ما تقلقيش، الفلوس هتوصل لك. ماشي. ربنا يحفظك يا حبيبتي. انت متأكد ان انت بتحبني؟ اه متاكد اني بحبك. اسلام، انت بتحبني بجد؟ اه طبعا بحبك بجد. يعني مش فارق معاك اي حاجه؟ يعني بصراحه مش عارفه ليه ماما مش متقبلك، دايما بتقولي ان انت فيك حاجه غريبه مش مفهومه. ازاي يعني؟ مش فاهم. بس انا بحبك. طب ما انا كمان بحبك. هتتغير معايا. عمري. يعني انت برضه يعني مبسوط، بس يعني عمرك ما فكرت في فلوسي؟ يعني مثلا انا لو قلت لك خد مبلغ ما هتاخده؟ لا طبعا، انت اللي اهم عندي، مش الفلوس. انت كمان. عشان انت يعني اهم حاجه عندي في حياتي. ربنا يخليك ليا. عشان بحبك. وانا كمان. خلاص بقى، مالك بتقولها من غير نفس ليه؟ معرفش، شوف انت طريقتك معايا عامله ازاي. طريقتي؟ امم متأكد ان انت مش بتبص لفلوسي ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ انا هبص لفلوسك ليه؟ كذاب. وايه اللي هيخليني اكذب؟ انت كذاب. ايه اللي هيخليني لان اكذب؟ انا لما عملت معاك اختبار وحطيت لك الفلوس وللاسف خدتها، بس للاسف طلعت بنك حظ. ايه ده؟ حظ سعيد المره القادمه. ايه ده؟ هو انت اللي كنت حاطه البنك بتاع الحظ ده؟ ايوه هو انا. ماما كانت دايما تقولي البني ادم ده مش مرتاحه له، البني ادم ده واقعده اقول لها حرام عليكي يا ماما انت ظلماه. يعني انت عاجبك ايه في اسلام؟ ماما انا بحبه يا ماما، هو بيحبني. بتحبيه يا ماما؟ يعني انا مش شايفه في حاجه بتتحب، مش شايفه. عشان معاه قرشين احنا اغنى منه. يا ماما الموضوع مش موضوع فلوس. امال ايه؟ على فكره مش بدور على الفلوس، بس انا بجد بحبه. يبقى ماما انت ايه افهميني اللي عاجبك في يوسف؟ يا بنتي، مش لسه- هيتحملك مسؤوليه. يعني هو يوسف انت طبعا. عارفة شايل مسؤوليه اخته. مش يوسف؟ وبيفكر دايما في اخواته، ده وظروفه على مش قد يوسف كل ده؟ على فكره بقى، انا ما بخافش عليكي مع يوسف. عارفه ليه؟ من حب اهله هيخاف على مراته. اكيد طبعا يا ماما، بس هعمل ايه بحب اهله؟ يعني هناكل منين ونشرب منين؟ استغفر الله ماما. العظيم.
ماما يعني انت شايفه؟ انا شايفه ان يوسف عاقل ورزين. طب وانا هتخلى عن الاسلام؟ ما انا قلت لك انا هتخلي عن نفسي ازاي يا بنتي؟ اسلام يجيب 10 غيرك. ماما بصي هقول لك حاجه، انا في دماغي حاجه كده صاحبتي قالتها لي. اسماء انا متقدم لي 2 وانا محتاره جدا ومش عارفه اختار انهي واحد فيهم. يا طب ترى هختار استني. الغني ولا الفقير؟ طب استني تعالي نشوفها. بصي يا اسماء، انا الغني ده انا حد بحبه جدا والله، مش بحبه عشان خاطر فلوسه، انت عارفه انا الحمد لله ربنا كرمني. لكن الفقير ده انا مش حباه، هو كويس وكل حاجه بس انا مش حباه. ماما بقى مصممه على الشخص الفقير، تقول لي انت عاجبك ايه في الشخص التاني ده؟ ايه اللي عاجبك فيه؟ مش عاجبها طب خالص. ما هي يمكن شايفه حاجات انت مش شايفاها يا هدير. كنت شايفه ايه بس؟ ممكن شايفه ان انت ممكن ترتاحي مع الفقير عن الغني. طب انا دلوقتي مش بقولك ماما حاسه بايه، ممكن تكون فعلا احساسها غلط. طب ما عندكيش اي حاجه يعني اعرف ازاي الشخص ده فعلا بيحبني ولا زي ما طب هو استني بيقول؟ هقولك. هنعمل حاجه، انت هتعملي خطه وتحطي مثلا فلوس على الارض في مكان هما الاتنين بيمشوا منه، تمام؟ واللي هياخد الفلوس يبقى هو مش هتنفع انت تتوافقي عليه. تصدقي فعلا خطه حلوه، وفعلا اللي ياخد الفلوس يبقى هو بيفكر في فلوسه بس، والشخص اللي عنده عزة نفس بيدور على صاحب الفلوس مش شرط يبقى انا هو هيقبل عن اكتر نفسه. شخص هيحافظ عليا. فعلا. انتي اديتيني الخطه اللي كنت محتاجاها، بس برضو هلجأ لماما قبل ما اعمل اي حاجه. اعرضيها عليها وشويه هتقولك ايه، واكيد هي هتوافقك، لان الفلوس اصلا اكتر حاجه الانسان ما بيقدرش يتملك اعصابه قدامها، اللي هو لا مش ده كل فلوس. الناس، بس انا شايفه الشخص ده كويس. ده لو هو عنده بياخد مني عزه فلوس نفس. ولا اي حاجه، هي ازاي هيفكر في فلوس؟ مش لازم دلوقتي. مش لازم دلوقتي، مش لازم الانسان يظهر لك شكله في الاول على طول. طيب اوكي يا اسماء، انا هروح بقى لماما عشان ما تعمليش وش اتاخرتي وما اتاخرتيش وانا نسيت موبايلي في البيت، وهبقى خلاص. اكلمك نخرج تاني. اوكي خلاص مش تمام. ماشي يا بابا. سلام. قولي لي وعلي صوتك يا اختي. بعدين يا ماما لما اتاكد من اللي في دماغي ساعتها فعلا لو لقيت كلامك صح هعمل اللي انت عايزاه. صدقيني يا بنتي انا هقول لك كلمتين. اسالي الست الكبيره اللي شافت الدنيا غيرك، انت لسه عيله ومش شايفه زي ما انا شايفه يا حبيبتي. طول ما انا شايفه يوسف بيحافظ على اخواته واهل بيته، صدقيني هيحافظ عليكي. كان اسلام طيار معاه قرشين بيطير بيهم، واذا كانش يجيبك انت هيجيب غيرك يا بنتي. عندك حق يا ماما، هشوف. فكري برضه في كلامي وربنا يصلح الحال ويقدم اللي فيه الخير. ماما انا كنت فاكراكي هتقولي لي انا عايزه اقابل اسلام عشان ماشي يا ماما سيبي انت راح الموضوع تقابلي ده. اسلام بعد الكلام اللي انا قلته وقطعت قلبي فيه؟ راح تقابلي اسلام؟ يا ماما خلاص يا ماما عشان خاطري، عشان خاطري يا ريت يا أخي. هتقوليها اخر مره. كنت لسه هقول لك يا رب تكون اخر مره. شكرا على الله. حرام عليكي يا ماما، ده بيحبني. بس على فكرة عادي يعني، إن فلوس في الأرض عادي يعني، فالطبيعي إن أنا هلاقيها ممكن آخدها عادي. مالها؟ إيه هي مش المشكلة؟ ممكن تكون فلوس واقعه من حد، عادي. ممكن تكون فلوس عمليه حد ولا حاجه، انت لقيت حاجه المفروض تسال عليها وفي ما كانش في حد، ما كانش في حد، متأكد؟ ما كانش في كذا حد معاك؟ ما كانش في حد معدي، ولو كان في حد معدي كنت سألت. لكن كنت واقفه وشايفه الناس معديه كتير، انت لو كنت بس بصيت كده. أنت عايز إيه دلوقتي يعني؟ أنت عايز إيه دلوقتي؟ عايزه نبعد عن بعض كل ده عشان خدت الفلوس يعني اللي على الأرض؟ عشان انت مش هتبقى امين عليا، انت ما بتحبنيش على فكره. ماشي، اللي أنت عايز أعمل إيه؟ سلام. بص يا يوسف، من الاخر كده انا كنت بحب واحد والشخص ده كان مادي جدا، هو غني جدا ومبسوط بس كان باصص لفلوس. اما انت عملت معاك اختبار كده، فاكر الفلوس اللي لقيتها ووديتها الجامع؟ ايه الفلوس دي؟ بتاعت مين دي؟ اكيد وقعت من حد. شوف مين بقى. اكيد فاكر. انا اللي كنت حاطه الفلوس دي بصراحه. ليه؟ كنت عايزه اشوفك هتاخدها ولا هتسأل عليها وتعرف هي بتاعت مين، لكن فعلا كنت فاكره ان انت تاخدها لان انت محتاج الفلوس دي. بس للاسف الشخص التاني اللي اصلا مادياته كويسه ومش محتاج اي حاجه هو اللي اخدهم وانت وديتهم الجامع. وانا بصراحه قررت انا اوافق ارتباطنا ببعض. بص يا هدير، اولا الفلوس مش كل حاجه. اكيد.
الفرق كله في التربية، ده أول حاجة. تاني حاجة، لو انت بتحبي روحي له. كنت بحبه بس ما افتكرش ان انا بعد اللي هو عمله ده اكون بحبه تاني. عامة أنا ما أقدرش أقول غير إن ربنا يسعدك. اهم حاجة تديني فرصة ان انا انسى اللي فات وابتدي معاك حاجة جديدة. دي بإيدك انت مش بإيدي أنا. انا وعدك ان انا اتغير. ايه بقى؟ يلا بقى نروح. تعالى أعزمك على قهوة. عيش. اتفضلي. يلا بينا.